السلام عليكم ليكيب. رضا طلياني قال لك خبز الدار ياكلوا البراني. هذه هي حالة الجزائري. سي خونا قال لك زادها بتبريحة 200 مليون دولار في خاطر هيفا وهبي وفي خاطر إليسا، وقال لك الله يرحم وديع الصافي في هذيك الرقدة. ما عندهاش بزاف خوتي، مليار دولار مديناه لإفريقيا، قال لك غادي يروح للتنمية. واليوم ولا البارح بليطو سمعنا باللي 200 مليون دولار نمدت للبنان. انت مين تشوف هذه لبنان كيفاش دايره، نقسم لك بالله غير تنخلع وتندهش وتحير. عندها واحد الشبكه تاع الطرقات، واحد البنى التحتيه مخدومه بمعايير دوليه ومواصفات عالميه. كي تشوف لبنان الفنادق اللي فيها والمطارات والاماكن والمنتجعات السياحيه فمك تحله. وهذه لبنان وجهه سياحيه بامتياز. هذه لبنان اجمل المدن الجزائريه. نحكوا على الجانب تاع البناءات وتاع ما على باليش ان الهياكل القاعديه ما تنجمش تقارنهم بها، باسكو هاربه بالبزاف، لا بغاو هرن ولا الجي العاصمه. حنايا البارح مدينا لها 200 مليون دولار. هذا ال 200 مليون دولار كانت من الاولى ومن الاجدر ما تروحش للجنوب اللبناني لاعاده الاعمار كما راكم تقولوا، تروح للجنوب الجزائري، باسكو اهل البلاد والجزائريين والشعب تاعنا هو اولى باموال تاع بلاده. وحنايا نمدو لهم الدراهم ونمدو لهم التبرعات والاعانات. والشعب الجزائري مشتاق كما يقول لك حبه تاع تمر. اتقوا الله في نفوسكم وخافوا من مولاكم. هذه 200 مليون دولار كنا قادرين نبنوا بها ولا نخدموا الطريق الوطني رقم 1 تاع تمر راست اللي راه يحصد العشرات تاع الارواح سنويا. وهذه 200 مليون دولار كنا قادرين نبنوا بها مستشفى جامعي واللي يستفادوا منه اهل المنطقه ككل. وهذه 200 مليون دولار كنا قادرين نبنوا بها مركز وطني لمكافحه السرطان. وهذه 200 مليون دولار كانت قادره تروح للتنميه وتروح لبناء المنشآت والهياكل القاعديه. وهذه 200 مليون دولار كنا قادرين نبنوا بها عده وحدات سكنيه ويستفادوا منها سكان الجنوب. دروك حنا ما فهمناش خيرات الشعب الجزائري يستفاد منهم كل شعوب العالم ابار الشعب الجزائري اللي هو معني واللي هو اولى بهذه الخيرات وبهذه الاموال. دروك اللي قلنا نبدلوا بلاد بالك يوصلونا كيما يقولك هذوك الخيرات وما على بالناش كيفاش، كيما حسبنا لها ما لقينا لهاش حل. ربي يجيب الخير، هذا اللي نقولوه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.